كون اني ست لازم ابرق، المع، انور كده في الضلمه، وهو ده اللي هيحصل بعد الفيديو ده. لا استنوا عليا كده عشان الموضوع محتاج قعده مريحه وان مخمخ لكم. انا جايه النهارده اقولك على طريقتي اللي هتخليكي تبرقي وتلمعي وتزيقي من النظافه بعد حمامك المغربي. طريقه فيها شويه اسرار مفيش واحده هتقولك عليها، مش عشان هي مش عارفاها، لا هم عارفينها بس بيداروا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ منوريني على الاخر في قناتي التانية حبيبتي بتاعت ولاد الخالة كده وقعدة الرغي. بس بقولك ايه، هتطلعي باحلى استفادة عشان هو ده هدفي من القناتين، ان حياتك كلها تكون سهلة وبسيطة. فيديو النهاردة بناء على طلبات متابعاتي الحلوين. ازاي يا سهى اكون ناعمة واكون حلوة وجسمي يكون خالي من العيوب؟ انا ست اقل ما يقال عني اني حته بسبوسه بالقشطه، كنافه بالمانجا، الحاجات الحلوه الجميله دي، تشيز كيك كده في نفسي. عشان توصلي للمرحله دي في شويه تكات كده لازم هتعمليها. قبل ما نبدا في الموضوع على طول، اوعي تنسي تفرحيني بلايك زي ما انا هفرحك دلوقتي بمعلومه هتفضلي طول عمرك تدعيلي عليها. بصي يا ستي، انا واحده بتعشق النظافه، بتحب ريحتها وكل حته فيها تكون ريحتها حلوه ولونها حلو وبتشع نظافه. بحب قوي حفلط في نفسي، رحت حمامات وسبا بعدد شعر راسي، وكنت دايما انا فيا داء فضوليه. هو ده ايه؟ هو انتي بتحطي لي ايه؟ اقوم انا المره اللي بعدها اطبق على نفسي مع حبه اضافات وانا حاطه التاتش بتاعي. فانا النهارده جايه وجايبه لك الخلاصه. تعالي بقى اول حاجه اقولها لك، حمامي المغربي بيعمل ايه؟ بيشيل الجلد الميت، اي اثار للحبوب والبقع والتصبغات، ومع الوقت هيعالج لك جلد الوزه. ولو عندك اسمرار في اي مكان في جسمك مع الاستمرار هتلاقيه بيقل. عارفه انت الفيلم بتاع احمد حلمي، انت بتشبهني بايه؟ لمبه وقلاووز كمان. انا عايزه ابقى لمبه قلاووز. مش بس هتفتحي، هيكون لونك حلو وحاسه انك بتلمعي. عشان بقى توصلي للمرحله دي هتمشي على 5 خطوات. اول خطوه فيهم وعلى اساسها هيتبني الخطوات كلها هي التبخير. بس نصيحه عايزه اقولها لك، اي مره هتعملي فيها جسمك حمام مغربي بلاش تعملي شعرك خالص، لانك لو عملتي شعرك الحمام بتاعك كله هيبوظ وهيكون تعبتي ورميتي مكونات في الارض. ليه سهى بتقولي كده؟ عشان خاطر الزيوت اللي على شعرك هتنزل كلها على جسمك، فهتعمل طبقة عازلة، فالفرق اللي بيطلع من الجسم اللي هي الجلد الميت اللي بنقول عليها او السواد اللي بيطلع ده مش هيطلع منك. تاني نصيحة، انك الشاور اللي قبل الحمام، يعني انا مثلا استحميت النهارده، المفروض ان انا بعد بكره ناويه لنفسي على نيه اعمل حمام مغربي واظبط نفسي والكلام ده عشان هو ده الميعاد بتاعي. بلاش ترطبي جسمك، عشان برضو انا لو رطبت هطري جسمي فهبقى بوظت الحمام بتاعي. التبخير هو عبارة عن اني بحضر لنفسي حمام السيد. بفتح الدش على السخن، تكون المية حرفيا مولعة، بس بشرط اكون مواربة سنة شباك الحمام، فتحاه سنة، وربنا يسامحنا يا رب، يعني المية تكون مولعة سخنة سخنة على اساس الحمام كله يتملي بخار على مية بقى على البانيو بتاعك بس. وتسيبيه حوالي 7 دقايق، المية نازلة والحمام بتاعي بيتبخر. وهو الحمام بتاعي بيتبخر بكون انا اصلا قاعدة بره بحضر حاجات الحمام المغربي بتاعي وبحطها في صينية وبدخل بيها الحمام. دخلت الحمام وهبدأ الحمام المغربي بتاعي، بقعد على كرسي او قعدة الحمام عادي وهي مقفولة، وبسيب نفسي في الحمام حوالي من 10 دقايق لربع ساعة. جسمي فيهم بيتبخر وطبقة الجلد اللي من بره دي بتكون طرية قوي. ولو عندك بانيو في الحمام بتاعك بتبردي المية اللي في البانيو سنة، حاجة بسيطة، بس أهم حاجة يكون جسمي أنا قادر يتحملها. يعني مش تقعدي تسلخي نفسك وتقولي سوى هي اللي قالت لي، لأ. وتحطي في المية قبل ما تقعدي فيها 2 كبار معلقة ملح وشوية خل. ما تتخافيش، يعني مش هتتفسخي ولا هتتعملي مخلل، لأ، انتي
هتطري الطبقه اللي على جسمك من بره. بلاش واحده تطلع تقول لي يا سهى خل وملح ومش عارف ايه. هو خل وملح، وبيعملوا كده في الحمامات بره، اولا عشان يطهروها، ثانيا عشان يطلعوا من جسمك الشعريه السوداء اللي بنشوفها. الخطوه اللي بعدها وهي السكراب، ستات كتير ما بتعملهاش، وانا برضو كنت واحده زيكم ما كنتش بعمل خالص سكراب لما باجي اعمل حمام مغربي، لكن لما جربت فرقت في النظافه وفي البياض مش قادره اقولك قد ايه. حسستني بالنظافه، طلعت اوساخ واتربه اكتر من جسمي. افضل سكراب بستخدمه على الاطلاق، ملهوش بديل. نص كوبايه قهوه، نص كوبايه سكر، عليهم ليمونه كامله، عليهم معلقتين زيت زيتون ومعلقه واحده عسل نحل، واقلب الكلام ده كله في بعضه. وانا بقلب الكلام ده كله في بعضه اسقسقه بميه ورد حوالي معلقتين. المهم ان الخليط ما يبقاش سايل قوي معايا، ما يبقاش سايب، لا لما اجي امسكه واحطه على جسمي ما ينقطش. اخد بقى بايدي وجسمي كله بلا استثناء اخد واعمل عليه كده العقل دي اللي بتبقى عند ناس سمرة شوية، مش شوية، سمرة شويتين 3، دي بتفتح. مش طبيعة جسمك كده، ما تقوليش طبيعة جسمي كده، لا دي بتفتح. امسكي واعملي كده 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 كده. والكواع والركب، الناس اللي بتقولي في التعليقات حل يا سهى سريع لسواد الاكواع والركب، اعملي الحركة دي وبطلي تسندي كتير على ركبك وعلى اكواعك عشان تعرفي تعالجيها. اعمل الحركة دي لمدة 2-3 وهو ده بيكون انسب وقت اعمل فيه سكراب، عشان خاطر يشيل الجلد الميت ويشيل الاوساخ ويشيل السمار، يقشر طبقة الجلد المتوسخة اللي على جسمي، لاني انا اصلا مطرياه بالتبخير. وبعد ما عملت السكراب بتاعي هدخل تحت الدش على اكتر مية سخنة انا اقدر اتحملها، وانزل كل الحاجات اللي على جسمي دي. وبعد كده اخد الصابونة او الشاور بتاعي ايا كان اللي انا بدعك بيه جسمي، وادعكه كويس قوي علشان الزيت ما يعملش عازل في الخطوات اللي هتحصل بعد كده. الخطوة اللي بعدها وهي الصابون المغربي. افضل صابون مغربي استخدمته بعد تجارب كتير جدا هو موركان اويل، بس انك تعرفي تجيبي الاصلي. انا مش عايزه اجيبه واوريه لكم عشان في ناس بتعتبر ان الحاجات دي اعلانات، وانا والله طالعه احكي تجربتي بس مش اكتر. لكن هحط لك صورته هنا في الفيديو. باخد حته من الصابون وبفرده كله على جسمي، برضو جسمي كله بلا استثناء. اسيبه على جسمي قد ايه يا سهى؟ لو انت متعوده تعملي الحمام المغربي زي كده كل شهر مره، اللي هو بعمل لنفسي فرمطه بعد كل بيريود، يعني حوالي كل من 32 ل 35 يوم، يبقى هتسيبيه على جسمك من 10 دقايق لربع ساعه. احنا اتفقنا اللي احنا بعد كل بيريود لينا شوية حاجات وخطوات كده بنمشي عليها، يعني مش بس طهارة، الموضوع مش بس طهارة، لا الموضوع فيه شوية خطوات أنا بعملهم، فبنظف وبطهر وبظبط نفسي من كل حاجة. إنما بقى لو انت عروسة فهتسيبيه على جسمك نص ساعة، قدرتي ساعة إلا ربع يبقى انت زي الفل. ولو حتى انت مش عروسه واول مره تعمليه مثلا من بعد العيد اللي فات، او متعوده تعملي كل عيد، فبرضه سيبيه نفس المده نص ساعه. وبعد كده الفتره بتقل، كده كده انت بتلاقي جسمك اصلا بينضف. الفرق الاسود اللي بيطلع ده بعد كده بتكون فرق ابيض، ما بيكونش اسود. عدت مده الصابون خلاص، بدخل تحت الدش برضو على اكتر ميه سخنه اقدر اتحملها، وانزل الصابون اللي على جسمي كله. لو جيتي تقولي لي يا سهى انا اتسلخت، اقول لك وانا مالي يا لمبي، انا قلت لك تقدري تتحمليها. اهم حاجه وانت بتعملي حركه الصابون ما تبخليش على اي حته في جسمك، عشان لما تيجي تحطي ايدك على جسمك بعد كده تلاقيه بيزيق من النظافه. بدخل بعد كده على مرحله الليفة عشان تديني نتيجة كويسة لازم تكون أصلية، وعشان الليفة تشتغل معاكي كويس وتطلع كل البلاوي اللي في جسمك من أول ما تبدأي مرحلة التبخير، اللي هي أول حاجة أصلا بتجيبي طبق بتحطي فيه الليفة وتحطي فيه مية سخنة جدا ومعاها نص كوباية خل أو ربع كوباية خل لو انت مش بتطيقي ريحته مثلا، وتتساب لغاية ما تيجي مرحلة الليفة.
عشان فعلا كل البلاوي اللي في جسمك تطلع. الكلام ده انا مش بقوله من دماغي، الكلام ده انا بقوله من على لسان ناس عندها حمامات وناس عندها سبا وبتشتغل لستات باستمرار. بتاخدي الليفة وتعصريها كويس وتعملي بيها كل حتة في جسمك، العقل والأكواع والركب والبسبوس بتاع الرجل وكعب رجلك، كله، كل حتة في جسمك وما بين رجلك واللاين من ورا وكل حاجة وظهرك، كله كله كله. والحتت دي ما تسيبيش ولا أي حتة في جسمك أما تمشي عليها بالليفة لغاية ما تلاقي جسمك طلع شعرية سودة. انت هتتخضي من المنظر، لو اول مرة بتعمليها تتخضي، انما لو انت متعودة انك بتعمليه كل شهر مرة هتلاقي الفرق ده بيطلع منك، بس لونه ابيض مش لونه اسود. كل ده هيحصل وهو الدش ربنا يسامحنا نازل على مية سخنة جدا، نازل على طبق او نازل على بانيو عشان جسمي يفضل طري، والطبقة اللي من بره دي تطلع معايا بسرعة، لان لو الحمام بتاعي برد يبقى الحمام المغربي بتاعي كله باظ. لازم احافظ على التبخير بتاع الحمام، مش عايزة جسمي يسقع ابدا عشان مساماته ما تتقفلش والخطوات اللي بعد كده تكون كلها باظت. بقى على الخطوة اللي بعدها للماسك اللي هيفتح جسمك ويعطر جسمك ويخليكي لمستي اي مكان او قعدتي في اي مكان تسيبي اثر ريحة من بعديكي. بصي حاجة كده وهم هيخليكي قشطة، هيعطر جلدك بسبب كام تركاية كده هقولك عليها دلوقتي. هتجيبي الطمي المغربي، هحط عليه معلقتين ترمس مطحون ومعلقتين حمص مطحون. الحاجات دي اجيبها منين؟ اجيبها من اي عطار عادي. حط عليهم كمان معلقتين نشا، وعلى الخليط ده كوباية زبادي ومية ورد. ويا سلام بقى لو عرفتي تجيبي من عطار كبير صدر، او لو انت عندك صدر يا خبر ابيض، ده يا ريت يا ريت تحطيه، بيضيع اي اثر للحبوب، بيفتح الجسم بسرعة جدا. وتضيفي بقى على الخليط ده كله اي زيت عطري انت بتحبيه. انا بحب زيت الورد، زيت اللافندر، المسك، اي حاجة انت بترتاحي لها. عشان تجيبي زيت عطري يكون ريحته قوية، مش ريحته قوية ان انا اشمم اللي حواليا يعني، بس الريحة تفضل لازقة في جسمي مهما خدت شاور واتنين وتلاتة. الريحة ما تروحش من جسمي. ما تجيبهوش من عند عطار، هاتيه خام من عند محل عطور. حطيتي معلقة كبيرة من الزيت العطر اللي عندك، قلبي كل ده في بعضه وامسكيه وحطيه على جسمك لمدة ربع ساعة. خبر ابيض، يا خبر ابيض على الجمال، يا خبر ابيض على بياضك وعلى ريحتك فلة. الخطوة الأخيرة واللي بعد كده خطوة مهمة بس هي صعبة، لكن أنا لقيت لها بديل. الخطوة دي بتروحي تعمليها أصلا في الحمام أو السبا، تكلفك ممكن بال500 جنيه، وهي التكييس. بصي أنا عملتها مرة بس هي صعبة. لما بتروحي سبا عشان تعملي حمام مغربي بيطلعوا لك حاجة كده كلها زيوت عطرية. يعني بصي انا ما سألتش لان في ناس ما بترضاش برضو تقول وتفسر قوي، لكن انا عشان انا بحب الحاجات دي وبجيبها باستمرار، فانا ميزت الروايح هي كلها مجموعة زيوت عطرية في بعضها. بياخدوا من الحاجة دي ويحطوها على جسمك، وبعد كده بيجيبوا الاسترتش ويلفوا يلفوا 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 جسمك، في دراعاتك ورجلك كلها وبطنك بظهرك، ويلفوكي وتفضلي قاعدة بالمنظر ده. لما جيت انا وعملتها في البيت فضلت متكيسة 6 ساعات ولا اللي بتخلص ذنب، بس مش هنكر اني فضلت 15 يوم ريحتي تهبل. عرقي ده كان يتعمل منه برفان والله العظيم زي ما بقولك كده. بقلع الهدوم من عليا، صعبان عليا ان ارميها، ريحتها قمر. اخد دش اطلع لسه الريحة الحلوة موجودة فيا. بديل التكييس ده بقى عملت ايه؟ جبت بخاخة حطيت فيها مية ورد او مية مورد، وحطيت على البخاخة دي من كل الزيوت العطرية اللي عندي، جوز هند، لافندر، ورد، مسك، عود، كل حاجة. بقيت احط من كل حاجة عندي معلقة كبيرة، وفي الاخر مسكت مكعب صغير مسك وبشرته وحطيته في البخاخة دي. وقبل ما تستخدمي البخاخة دي تسيبيها 24 ساعة، يعني تكوني عاملاها أصلا قبل
ما تبدأي الحمام المغربي بتاعك يعني قبلها بيوم كمان. وبمسك البخاخة دي برش على جسمي كله وبسيب جسمي ينشف لوحده، يعني كأنك انت طلعتي من الحمام مندية وجسمك نشف بره لوحده. وبعد الخطوة دي بتيجي خطوة الترطيب. أقوى ترطيب وأحسن ترطيب ممكن تعمليه في جسمك في حياتك كلها هو انك تستخدمي اي بيبي اويل عليه معلقة زيت عطري برضو. ويا سلام بقى لو رطبتي وانت لسه مندية سيكة كده، يعني جسمك لسه عليه شوية مية صغننين خالص كده، او حتى من البخاخ اللي احنا رشينا بيه جسمنا، هيبقى والله العظيم هتشوفي نفسك في حلاوة ما شفتهاش قبل كده. هتكوني راضية قوي عن نفسك، هتشوفي نفسك على الناس كلها وهتشوفي نفسك على الراجل. اوعي، مش هقولك احنا بنعمل كده عشانهم، لا، انت بتعملي كده في الاول وفي الاخر عشان نفسك. انا اكون مبسوطة بنفسي وفرحانة بنفسي، حاسة ان انا انثى بجد كده. انا متأكدة وعارفة انك هتجربي اللي انا بقول عليه النهاردة ده والله العظيم، وهتدعي لي عليه طول عمرك. اولا لانك هتشوفي نفسك في نظافة عمرك ما شفتيها في حياتك قبل كده، حتى في حمام العروسة بتاعك. ثانيا لانك هتلاقي نفسك وفرتي تمن الحمام اللي بتروحيه تدفعي فيه شيء وشويات. لا، انا المبلغ اللي هحطه في حمام انا اجيب المكونات بتاعتي في البيت واخليها تقضيني سنة كاملة. خليكي دايما فلة، خليكي شمعة منورة كده في البيت. فكرتوني بماما ما كانت تقولي يا اختي ما تحليش للراجل الحياة قوي كده، هيقعد جنبك في البيت يلزق، مش هينزل يشوف شغله. عايزاكي بقى بعد ما تجربي اللي قلنا النهارده في الفيديو ده ترجعي لي وتعرفيني رأيك ايه. اوعوا تنسوا برضو تعرفوني حابين نتكلم في ايه تاني في الفيديوهات الجاية. بس كده، هو ده كان فيديو النهاردة. اشوفك الفيديو الجاي وانتي قمر وانتي فلة كده. ويلا سلام.